نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. جماهيري وما شاء الله منذ بداية هذه البطولة خاصة في مباريات المغرب الحضور الجماهيري يكون مميز. ذكرني ببعض الأحداث الرياضية التي احتضنها المغرب سواء كأس العالم للأندية أو حتى في السنة الماضية عندما نظم المغرب كأس إفريقيا للسيدات 2022 والتي شهدت تألق المغربيات ووصولهن إلى المباراة النهائية. وننتظر السنة القادمة إن شاء الله بينما انطلاقة كونغولية عن طريق لاعب ACB قطع الكرة بنجاح من الجيش ومن الأسماء اللي منذ فترة وهي تتواجد مع المنتخب الأولمبي. مراوغة ممتازة، التسديدة ممتازة، هذه أول إنذار وأول تسديدة وأول كرة جاءت من المدافع الأيمن عمر الهلالي الذي راوغ وانطلق وسدد بها اليمنى، ولكن الكرة علت مرمى الحارس اللاعب في هذه البطولة. تبقى من 3 أسماء فقط انطلاقة من الجهة اليسرى إبراهيم صلاح، حتى وإن كنا متأهلين سلفا بينما انطلاقة ممكن سدد والهدف جول الأول يأتي مبكرا من الدقائق الأولى. مشاهدينا الكرام، يونس طه الإدريسي، هنا تسدد، هنا الدقة، هنا البراعة، هنا الحضور الهجومي المغربي، هنا الهدف الأول يأتي في الدقائق الأولى. مشاهدينا الكرام، 1-0 هكذا سددت بعد الأولى سددت من عمر الهلالي، والثانية بوم في الشباك، 1-0. هنا الاستلام، هنا الدوران، هنا المهارة، هنا خطوات، 1-2 سدد والكرة تنتصر في مسار ولا أروع في هذه البطولة. سيناريو المباراة الماضية ونشاهد فيستيفال أهداف مستقبلا بينما كرة أمامية. هنا طه يمرر، ممتازة، تمريرة قصيرة فيها عرضية وفيها ممكن راسية ولكن عالية تخرج مباشرة إلى ضربة مرمى. تحركات إبراهيم صلاح في الجهة اليسرى. اليوم لاحظوا بأن إبراهيم صلاح حارس مرمى ستاندارد دو لييج. هنا الإعادة، هنا البناء الهجومي الممتاز، 1-2. شوف اللمسة وشوف التمريرات وشوف التسديدة باليسرى. التحضير يمشي يونس طه يرفع كرة في القائمة الثاني وإبراهيم صلاح. رضوان وشادي تلعب هذه الضربة الحرة الجانبية فيها ركنية. يا سلام إمكانية التسديد، التسديدة يونس كاد يفعلها مرة أخرى لكن عمل رائع للثنائي بوشواري وترغلين. منهم انطلقت هذه الكرة. شوف كيف خرجوا بالكرة وكيف مرروا فيما بينهم وكيف نظموا هذه الهجمة من أروع ما يكون. أهداف أخرى نزاو، حاول يمر نزاو، التسديد هذه مع حل رضوان في التغطية مالونغا ماذا سيفعل؟ مالونغا يرفع داخل المنطقة يونس طه الإدريسي. هذه هجمة مغربية، محاولة المراوغة، الثاني يضيع والسامبا يحرمنا من الهدف الثاني. انفراد واضح ليمين الوزاني مهاجمنا الذي يتبادل الرائع. بوشواري ماذا سيفعل؟ بوشواري يمرر كرة، تسديدة كانوا قريبين مرة أخرى. سامبا يمنع هدف ثاني من جديد. انفرادي وتصديان قام بهما الحارس شادي عيدة لإلياس ماغو. إلياس صعبة على إلياس وأول اختبار لإلياس ماغو يحول الكرة إلى الركنية في ال5 دقائق المتبقية على نهاية الشوط المباراة الأول. هذه الإعادة، أول محاولة كونغولية، أول عملية خطيرة على المرمى المغربية بهذه التسديدة. الثانية رجعت كونغولية، محاولة المراوغة، حذر من التسديد وحل رضوان يخرجها إلى الركنية. بدأ يتحرك المنتخب الكونغولي الآن، إيجامان أول لمسة، يراوغ حمزة يلعب الكرة العرضية والمتابعة بعد ذلك من سامبا. حمزة إيجامان اللي خاض تقريبا كل المباريات الإعدادية. المسار موعد النصف النهائي بينما انطلاقة من نزاو يتدخل عمر والحاكم سيشير البطاقة الصفراء. نعم، يجب أن نحذر من البطاقة مرفوعة بعيدة تماما إلى ضربة مرمى لفائدة بينما كرة الوزاني العرضية الثانية إيجامان
عرس يتزين بهذا الحضور الجماهيري الرائع. تقريبا نتكلم عن 30 حتى 35 ألف متفرج من يتابعون هذه المباراة. هذا هو الشغف، هذا هو الشغف. كرة الهلالي يلحق بهذه الكرة الهلالي. الإدريسي مجددا، ماذا سيفعل الإدريسي؟ إدريسي يرفع كرة، كاد يفعل الإدريسي، كاد يسجل الإدريسي. هنا ارتباك من حارس المرمى سامبا. شوف الارتباك الحاصل، كان متقدم بعد شيء، الكرة تلمس العارضة وتخرج. لمسها في هذه الأجمع، لكن رائع. الوزاني يسترجع، الوزاني والصافرة تأتي بطاقة صفراء. بطاقة صفراء هنا تأتي في صفوف منتخب الكونغو برازافيل مع عموته او كذلك مع جمال السلامي، وحتى لنا ننسى الطاوسي مع منتخب الشباب. اذا اسماعيل سيباري، الحرة الجانبية كونغولية، مرفوعة الكرة، والعزوزي كرة ناحية اللاعب اكيريتزو، لكن ايضا هنا مناسبة في المباراة الماضية بينما الهلال يرفع الكرة الراسية. هذا الشكل ممتاز. السيباري سدد يا السيباري. اول تسديدة يا السيباري، ولكن السامبا في المكان المناسب. هدف ثاني كان قريب عن طريق اللاعب السيباري. يعجبني هنا إصرار اللاعبين على التسديد. إذا جات الفرصة هنا تجي تسديدة. هذه الإعادة، السيباري راوغ، فسح لنفسه المجال، وبالتالي الرؤية هنا كانت أوضح. السيباري سدد، لكن سامبا في الوضعية المناسبة. فبهذا الاسم يبقى في الاحتياط. هنا الكرة في الطرف الأيسر أسرة لعناصر المنتخب المغربي. مراوغة ممتازة الأولى والثانية والتسديدة، جول رائعة في منتهى الروعة ديال المراوغة وهذه التسديدة يا إبراهيم صلاح. هذا ما يعجبك في المنتخب المغربي، كثرة التسديد من خارج منطقة الجزاء. لا السيباري ولا صلاح ولا يونس الإدريسي ولا كذلك اللاعب بوشواري في الشوط الأخير. هذه الكرة يونس طا بعيدة دائما إصرار يونس طا على التسديد. هاد جديد البيع شحال الثمن ديالو؟ 1900 درهم. وانا كنشوف حميد، هذا جديد 1900 درهم. تبارك الله عليك اخي، بخير مزيان بخير الحمد لله. بارك الله فيكم، والشرفة ساعة سعيدة، الله يوفق. المهم احنا عملنا معكم واحد الإطلالة خفيفة، في السوق ديال القرنة.